السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله جميع أوقاتكم كل خير. كيف حالكم يا متابعين؟ إن شاء الله بخير وأموركم تمام. حبيت إن اليوم أنزل لكم كذا فلوق سريع خفيف مع بداية السنة الجديدة، ونتمنى لكم إن شاء الله سنة سعيدة بإذن الله. خلينا بس نروح نشتري قهوة ونغسل السيارة عشان فيها شوية ثلج، وبعدها إن شاء الله نستعرض لكم الموتر ونعلمكم مش آخر الأبديت اللي صار معانا في حياتنا، وإن شاء الله أنا ما نقطعكم بإذن الله. خلوكم معنا. طيب سلمكم الله، المعذرة ما قدرنا نغسل الموتر لأن كل المغاسل مقفلة مع بداية السنة. هذا الموتر ما شاء الله تبارك الرحمن، تسلا 2025 الموديل 3 اللي هي أصغر شيء. ما شاء الله تبارك الرحمن يا جماعة الخير. الموتر والله ممتع جدا 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 فوق ما تتصورون. فيه 3 عيوب أساسية أنا مرة كارهها في الموتر، but other than that الموتر مرة جميل، مرة جميل. طبعا اللي معايا دفع خلفي البطارية الكبيرة، لو تبي الدفع الرباعي تصغر البطارية، فأنا والله ما فيني في القروشة ووقف واشحن وذا، مرة هدك. عرفتوا علي؟ هذا الموتر ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا شريته تقريبا من شهر، والسبب اني شريت الموتر ذا انا كان عندي قبلها الديفندر، ولكن للأسف والله يعوضنا خير الديفندر والله انسرق من عند البيت، فلين ما يرد عليه التأمين ولين ما هذا قروشة تاخذ له شهر شهرين، فما اقدر اني اقعد بلا موتر. والتورس بكل صدق يا جماعة الخير خلاص صار موتر قديم، يعني الواحد وده يجدد، وده ياخذ له موتر فيه تكنولوجيا، فيه امور، فيه دنيا. خلاص يعني خلاص نكون صادقين مع بعض، صار له 12 سنة ولا 13 سنة، خلاص enough. عرفتوا علي؟ فهذا الموتر بشكل عام من برا طبعا تغير ال 24 وال 25، تغيرت الوجهية حقته والخلفية، وبرضه تغير من داخل فيه كذا أشياء تغيرت بصورها لكم. وأبد هذا الموتر من برا بعطيكم إن شاء الله الانطباع السريع. يمكن مشيت الموتر 5000 أو 6000، والله ماني متذكر بالضبط كم، بوريكم من داخل الحين لما ندخل السيارة. طيب سلامكم الله، خلينا نتكلم عن مواصفات الموتر بشكل عام. طبعا موديل 24 و 25 صار فيها الفيس ليفت في الأمام وفي الخلف. بعد عندنا ما عاد في العصايات حقات الإشارات اليمين واليسار اللي هنا، صارت هنا في الأزرار هذه. حتى النور العالي بعد من هنا، المساحات بعد من هنا، شفت تشتغل مساحات زي كذا. الموتر 500 حصان، عزمة مرة طيارة، جميل جدا يا جماعة الخير، مرة جميل. شفت الحين إشارة تفتح بيعلمني، أعطاك الانذار ذا يعني خلاص الإشارة فتحت. بسم الله توكلنا على الله. طيب سلمكم الله، ليش شريت التسلا هذه بعد ما انسرق الديفندر وما عاد سكت التورس؟ لأنه خلاص صار قديم، يعني الواحد وده موتر جديد فيه التكنولوجيا، فيه الكاميرات، فيه الدنيا، فيه خلاص يعني تورس صار مرة قديم. فمع العلم ترى التورس يعني باقي موجود، ما بعته ولا شيء، واقف عند البيت. شوف زي ما تشوفون الكاميرات، الدنيا طبعا فيها داش كام من داخل ومن برا بعد، زي ما تشوفون هذه الكاميرا هنا، هذه تسجل الناس اللي داخل، بعد في كاميرا برا تسجل اللي برا، والاوبشن حقه من هنا تطفيه وتشغله. عندنا الشاحن اللاسلكي هنا. ايش بعد؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. عندنا السيارة تشتغل بالكرت هذا او بالتطبيق حق تسلا. الموتر مرة جميل للاستخدام اليومي داخل السيتي. برا السيتي لا، مرة ما ينفع، لأن شحن على طول يخلص. يعني تقريبا الشحن فيه على الخطوط السريعة يمشي 300 كيلو ماكسيمم، 300 كيلو خلاص لازم توقف تشحن. موضوع الشحن عشان أنا مشتري الموتر جديد، لك 3 شهور فيه تشحن بالمجان في شواحن تسلا، المحطات حقات تسلا. بعد كذا تشحن على كل شحنة 20 دولار إلين ما تفللها، ياخذ تقريبا نص ساعة يشحنها فل. يعني على سبيل المثال نقولنا بنوقف في محطة، فبنتغدى ولا نتقهوى ولا شيء، نحط السيارة في الشاحن وخلاص ذاتس، الأمور طيبة. الموضوع سلمكم الله اللي يقول لك الكواليتي ما الكواليتي، خلونا نكون واقعيين. احنا في 2025 الحين،
خلاص الناس صارت ما عاد تهتم بالكواليتي، وحتى خصوصا الشركات همها تجاري فقط لا غير، انها تبيع. يعني كل الشركات بنسبة 90% ما حد يهمها الكواليتي، وانا عن نفسي اشوفها جدا ممتازة، يعني ما شفت فيها اي ملاحظات. عيوب السيارة في 3 أو 4 عيوب انا شفتها ومرة مهمة بالنسبة لي، مرة مهمة، أذكرها لكم ان شاء الله، بس خلينا نوقف ونشرح لكم بإذن الله. أما بالنسبة لعزم الموتر، عزمه ممتاز، حرفيا طيارة، عزمه جدا ممتاز. يعني شوفوا مثلا، أبوقف في الإشارة هذه، طبعا موتر يدف خلفي مع الثلج فلازم أكون ماسك لأنه بيهج من ورا. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. ايش كنت بقول لكم؟ شوفوا بسم الله، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا السنة هذه احنا ما شاء الله محظوظين في كندا، الثلج ما نزل كثير زي العادة، بالعادة الدنيا تكون محوسة. however خلونا نتكلم يا جماعة الخير عن عيوب الموتر. أول شيء بنيجي من وراء، سلمكم والله الموتر ضيق، يعني هنا حرفيا ما حد يمدي يركب، إلا لازم تحط كارسيت إذا في بزر بيركب، ولا غير كذا ما حد يمدي يركب أبدا. الموتر باختصار الشخص الطويل ما يناسبه، مرة ما يناسبه، لأن عند دخولك وخروجك للسيارة بتعاني وتتعب. حلوين، وخصوصا ان هنا ما في الحديد او القائم اللي يكون هنا. فيعني قبل فترة والله هذه الزاوية بغت تشق عيني بكل صدق. فالشخص الطويل تسلا ما تناسبك ابدا، لانك تاخذ لك سايبر تراك، هذا different story. اما يعني الشخص اللي طوله مثلا 180 185 ما تناسبه ابدا، ما تناسبه، يعني دخلتك وخرجتك فيها مرة سيئة، متعبة جدا. هذا العيب الثاني. العيب الثالث يا طويل العمر والسلامة، ما عندك مساكات هنا. الواحد وده يمسك شيء عشان يوم ما يطلع يوم ما يدخل، فهذه مشكلة. يعني حتى كل السيارة ما فيها مساكات. هذا الثالث. العيب الرابع سلمكم والله، السيارة ما فيها لا كار بلاي ولا شو يسمونه ذا، اللهم صل وسلم على رسول الله، اندرويد. يعني لازم تشتري الادابتر الصغير، تطلبه من امازون ولا تطلبه من اي مكان عشان يشبك الجوال على السيارة. فهذا مرة عيب. يعني لما تسوق السيارة مع مشغل الجي بي اس لازم يكون فاتح الجوال، او انك تكتب الادرس في الخريطة حق التسلا هذه نفسها. هذا سلمكم الله العيوب اللي انا شفتها، ومرة يعني عيوب مهمة. يعني شوفوا الباب يعني شوفوا كيف القزاز هذه، يعني سكين مو قزاز، فهمتوا علي؟ طيب سلمكم الله، خلينا نعطيكم سالفة كيف انسرق الديفندر. طبعا الديفندر كان واقف عند باب البيت، حرفيا قدام البيت كان الديفندر واقف والتورس وراه، وصحيت اليوم الثاني مو موجود. يعني شوفوا هذا التورس، بس كانت التورس مو واقفة هنا، كانت واقفة في هذا المكان بالضبط. هنا كانت التورس وقدامها الديفندر، وهذا البيت حقنا، فعلى طول يمديني أشوف كل شيء. الوكادة أنا صحيت اليوم الثاني على الظهر الموتر مو موجود، ولكن الله يعوضنا خير. طبعا أنا وأنتم نعرف المواتر هذه فين تروح، كلها تروح على دبي، فالله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل، والله يعوضنا خير. على الأغلب أن البعض منكم يعرف الموتر، لأني اللي متابعني في التيك توك يعرفونه. طيب سلمكم الله، وصلنا إلى نهاية المقطع. أتمنى أنكم استفدتوا أي معلومة، وأي شيء بخاطركم تبون أي شيء ثاني، أي استفسارات بخصوص الموتر هذا بخاطركم، أي شيء أبد اكتبوا في التعليقات، أو أضيفوني على الانستغرام أو على السناب، وإن شاء الله أني أقدر أجاوبكم بإذن الله. استودعناكم الله، إن شاء الله في فلوق ثاني. شفتني مغليك حذراك والصد، ترى التغلي درب تشتيت الأحباب، ولا يغرك من يقول اسكل وشد، ترى اغلب الفرقة من أشواره.